اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. صلى على الرسول يا جماعة، ويلا نبدأ فيديو النهاردة. طبعا كده زي ما انتوا شايفين، ماما هي اللي كانت بتعمل فيديو النهاردة، فهتعمل لنا بقى كده حاجتين احلى من بعض. بصوا بقى، النهاردة هتعمل لنا كركديه وهتعمل لنا عسل بقى اللي احنا بنحتاجه بقى في القطايف، وبنحتاجه بقى في كل الحلويات بتاعه رمضان. فاحنا قبل رمضان كده باسبوع او بكام يوم بنعمل بقى تجهيزات رمضان زي اي ناس عادية خالص. بنعمل تجهيزات رمضان وبنحطها بقى في الفريزر او في التلاجة، وقت ما نحتاجها بنطلعها على طول. فصلوا بينا على الرسول، واللي لسه ما حطليش اللايك يشترك في القناة ويحط لي اللايك يلا بسرعة. طبعا بقى كده زي ما انتوا شايفين، هي حاطه حلتين دلوقتي على النار. حله علشان هنحط فيها التمر الهندي. تمر هندي ده يا جماعه بيتجاب مغلف. فهي طبعا حطت الحله كده وحطت فيها شويه ميه وحطت فيها التمر هندي. بعد كده هنشوف بقى ان هي غسلت الكركديه وشطفته كده بقى عشان بيبقى فيه عفاره وكلام من ده، وشطفته كده تشطيفه حلوه. وقامت حطاه بعد ما حطت التمر هندي. هتقلب تقليبه حلوه كده محترمه، وهتسيبهم بقى على البوتاجاز يغلوا كده غلوه مظبوطه كده لحد لما يبقوا كويسين ويستووا تمام. نيجي بقى للعسل اللي احنا بنحتاجه بقى في كل الحلويات بتاعه رمضان، بقى كل الحلويات يعني عامه، واي حاجه بنحتاج فيها العسل بتبقى بصراحة حلوة. وبدل ما تبقي لسه هتعملي او كده، او انت عندك عزومة او انت مستعجلة، فدوت بيسهل عليكي كتير، فاهمين؟ فطبعا هنا بعد ما خلصت الكركديه كانت صفته وكانت حطته كده زي ما انتوا شايفين. المهم هنكمل العسل هي عملته ازاي. حطت شويه ميه برضو، وحطت لتر من الميه، و وحطت كيس سكر كامل. وعندك بقى ليمونه او ليمونتين، من ليمونه او ليمونتين وتعصرهم على كيس السكر واللتر الميه دوت، وتسيبيه على البوتاجاز يستوي ويغلي. بس عايزه اقولك ان انت لازم تقلبيه كل كام دقيقه، لازم تقلبيه علشان ما يتكرملش من الجوانب، تمام. طبعا هنا بعد ما خلصت بقى معانا الكركديه، كانت بتحط له السكر بتاعه، كانت بتحليه. طبعا لو انت مش عايزه تحليه وعايزه طبعا تسيبيه يبرد وبعد كده تعبيه في اكياس او ازايز وتحطيه في الفريزر مفيش مشكله. بس احنا بنحليه لان طبعا يعني ايه، بنطلع يا دوب يفك ونشرب منه على طول، فاهمين؟ لكن انت مش عايزه تحليه، ده بيبقى على حسب زي ما انت عايزه. هنا طبعا بقى كانت بتحطه في ازايز. لو انتي ما عندكيش ازايز ممكن تحطه في اكياس، اللي هي الاكياس البيضه اللي هي بتاعه اللبن ديت، وممكن تحطيه في ازايز زي ما احنا حطيناه في ازايز. طبعا هنا زي ما انتوا شايفين كانت واخده بالها من العسل، كانت دايما كده عماله بتقلب فيه علشان ما يتكرملش. بصراحه الكركديه اللي ماما بتعمله غير اي كركديه، يعني الصراحه شربته في اي مكان، يعني اذا كان بره او اذا كان عند حد. ليه بقى؟ لان التمر الهندي بيخلي ليه كده مزازه وطعم حلو قوي قوي يعني، غير لما تعملي كركديه لوحده. يعني بيبقى فيه اختلاف واختلاف كبير قوي لما تحط التمر هندي مع الكركديه ولما تعملي الكركديه لوحده. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. طبعا التمر الهندي دوت بيجي من عند اي عطار، بيجي كده مغلف. وزي ما انتوا شايفين هي حطيته وبعد كده حطت عليه الكركديه على طول وسابته تغلي. طبعا بقى كده زي ما انتوا شايفين هتسيبه بقى ايه يبرد، وبعد كده هنعبيه في الازايز. طبعا ما ينفعش ان احنا نحط الكركديه وهو لسه سخن وكده، فاهمين؟ فاحنا سيبناه يبرد خالص ويهدى وحليناه وحطيناه في الازايز. صلوا بقى بينا كده على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وحطوا لي لايك يا حلوين. عملوا معانا بقى شويه دول، عملوا معانا ازازتين من اللي هما الاتنين ريتل اللي هما الكبار دول، وعملوا معانا من اللي هما الصغيرين. لو كنا عملناه في اكياس من اللي هي بتاعه اللبن اللي هي البيضه، كان هيعملوا معانا يجي حوالي 15 كيس. طبعا هنا زي ما انتوا شايفين العسل كانت خلاص بقى كله مية مية وظبطته كده، وقامت حاطه بقى ايه في البرطمان، اي برطمان موجود عندك. بس اهم حاجه تسيب الحاجه لحد لما تهدى وتبرد وتاخد كده وقتها ووضعها، وبعد كده ايه حطها زي ما انت عايزه بقى. طبعا عملوا معانا البرطمان، هو البرطمان ما اتملاش قوي بس يعني ايه في المعقول وحلو، على الاقل وقت ما تحتاجيه هتلاقيه. وبس كده عملنا العسل والكركديه. واتمنى بقى كده النهارده الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم.